من الحاجات المهمة للستات الشاطرة بتهتم بنظافتها ومظهرها ولونها وريحتها. هو السجاد طبعا مهم جدا ان احنا نهتم بنظافته، علشان انتوا عارفين طبعا ده بينطق الاساس بتاعنا، اذا كان حاطه في الصالون او حاطه في الغرف مثلا، او في اي مكان في شقتك، فهو بيظهر الجمال، وكمان ريحته بتعطر المكان كله وبتساعد على ان دايما ريحه بيتك تبقى نظيفه. فطبعا انا جربت ان انا اودي سجاد بره، بس فعلا السجاد بره بيجي لي ريحته مكمكمه وللاسف في سجاد عندي لونه اتغير وبهت بسبب طبعا الحاجات اللي هم بيستخدموها في بعض يعني ايه في المغسله وكده. بس ده بالنسبه لتجربتي. فعشان كده انا عشان عندي باركيه فما بقدرش ان انا يعني الباركيه طبعا ضد الميه، ما ينفعش تبقي يعني يبقى عليه سجاد ونغرق الدنيا ميه واحنا بنغسله وكده، لانه طبعا هيبوظ. فعشان كده انا بقى جربت كذا حاجه، ومن اكتر الحاجات اللي كانت سهله وانا بغسل السجاد بتاعي هو ان انا احطه على البلكونه كده، وبعدين يعني احط له المنظف بتاعي المسحوق، وبعدين احط الكلور الالوان بيديله ريحه وجمال، وكمان بيخليه منور. اوعي تحطي كلور ابيض ابدا، عشان هيبهت اللون وهيبقى لونه مش حلو ابدا، حتى لو كان فيه اي بقع او كده هيكفي كلور الالوان. بعد كده بشطفها بقى، بحط شويه معطر غسيل كده، ده بيديها كده ريحه حلوه. وانا عشان عندي هنا في اسكندريه الشتاء بقى والصقيع وكده والامطار، فهو خد عشان تنشف خدت يومين تقريبا. تمام. بس لميتها وهي حلوه ونظيفه وريحتها حلوه جدا ما شاء الله. وكمان يعني تغنيكي عن ان انت تلجئي للمغسله بره وما تعرفيش اتغسلت ازاي واتنشرت ازاي وكلام من ده. جبت بقى مسحت الباركيه بقى والمنظف الباركيه، ومسحت بقى الباركيه وحطيت السجاد ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ولو برضو ده ينفع لو ان كمان انت شقتك ضيقه مش قادره مثلا تغسلي السجاد في بيتك، برضو ده حل كويس. تنشريها كده على البلكونه وهتنضف معاكي بسهوله جدا، وتغرقيها ميه كده قبل ما تحطي عليه اي مسحوق او اي حاجه عشان ترغي معاكي كويس. وشكرا ليكم، ودي كانت نصيحتي النهارده. سلام.